قعدت قبل كده أيام وشهور تدعي ربنا إن حاجة معينة تحصل، يعني تدعي بوظيفة أو رزق معين أو سفر، لكن أول ما حصلت فرحت كام دقيقة وبعدها لقيت إن حياتك لسه فيها حاجات ناقصة ومش حلوة. السلام عليكم، أنا أحمد ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا صورة. النهاردة بإذن الله علاجنا هيكون من سورة العاديات. عارف، المشكلة مش إن حياتنا ما فيهاش نعم، المشكلة إن إحنا بننسى النعم دي بسرعة جدا. فليه ما بنديش وقت لإن إحنا نفرح بالنعم اللي ربنا بيديها لنا دي؟ فالقرآن في سورة العاديات وصف لنا المشكلة دي وصف دقيق جدا، وقال لنا إيه سببها. إن الإنسان لربه لكنود. فسيدنا ابن عباس بيقول إن الكنود هو الذي يعدد المصائب وينسى نعم الله. يعني النعمة تيجي أنسى وأقعد أفكر في المصايب اللي ممكن تحصل، أفضل باصص على اللي ناقصني وأنسى اللي ربنا اداهولي. بس احنا كده بنضيع على نفسنا خير من ان احنا نحس بسعادة لان ربنا انعم علينا، وبنضيع خير ان ربنا يزودنا بالنعم دي. وهو القرآن بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مش بس بيحفظ النعمة ومش بس بيدخل السرور على قلبي، بس بيخلي النعم تزيد. فسورة العاديات تقول لنا إن المشكلة مش في قلة النعم، المشكلة في قلة الشكر. فتعالى نرجع لسورة العاديات وعلاجنا صورة.